شايفه الحاجات دي تحفه تحفه. تعالى عايزين نشوف الدوكيومنتري هنا الجرانيت. ما شاء الله 3000. دي بصي يا نسرين ب ده سلستين. 2490. مم. وده هو ده هو يا نسرين بصي ب 3312. 3000 مش خد بالك انا بعرف اقرا الانجليزي. بس حاجات ودي بصي ب 10912. هو كده يا نسرين ب 10912. والنبي ما تتصدم يا هند، اهدي بس. 26 قطعة. هد اعصاب. هدي اعصابها يلا. ليه؟ ما شاء الله الله، شايفه الجريلا ده يا هند. اشتري قطعة واحصل على التانية بنص الثمن على منتجات كارجة. ما شاء الله ما شاء الله طبعا. ده كله جرانيت وتيفال ب 7000. 7785. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جمهورنا، يا جمهور اجمل توينز في مصر. زي ما انتم شايفين بقى النهاردة احنا هنعمل لكم فيديو جديد وجميل جدا جدا جدا. ان شاء الله الفيديو ده هيكون من طنطا باذن الله، من مول طنطا، مول للادوات المنزلية. بس المول ده بيبيع حاجات مستوردة بس يا ريت كل اصدقائنا وحبايبنا ما ينسوش اللايك والاشتراك في القناة ويكتبوا لنا كومنت حلو كده جميل زيكم. يلا بقى بينا نشوف الفيديو بتاعنا. احنا دلوقتي راكبين العربية اهو، زي ما انتم شايفين ماشيين في شوارع طنطا اهو. ما شاء الله بجد يا جماعة، طنطا زي ما انتم شايفين كده مدينة جميلة جدا ما شاء الله، وفيها مولات ومشاريع كبيرة جدا. بصراحة انا حبيت البلد دي قوي. بسم الله ما شاء الله، حاجات كده شكلها يفتح النفس والله. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، كأنكم ماشيين في شوارع القاهرة بالظبط. حاجات فخمة كده جدا، وفيها مولات كتير، أدوات منزلية وملابس وحاجات جميلة. احنا بصراحة كنا رايحين على مول معين، بس قابلنا مول تاني بالصدفة كده دخلناه وما دخلناش المول اللي احنا كنا رايحينه أصلا. واحدة بقى جارتي وحبيبتي كده بتجهز بنتها، يا رب عقبالكم كلكم كده تفرحوا يا رب إن شاء الله بعيالكم. قالت لي تعالي معايا يا نسرين ايه، نتفرج على الحاجات الأدوات المنزلية اللي في طنطا. الناس كلها اليومين دول بتتوجه لطنطا وبتقول في حاجات جميلة جدا هنا. قلت لها ماشي اوكي، وهو بالمرة اخد فكرة عن الاسعار. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصراحة حاجات شكلها يفتح النفس جدا، تحفة. حاجات كلها تحف على فكرة. الحاجات دي كلها مستوردة، يعني ما فيش صناعة محلي خالص في المكان اللي احنا دخلناه ده. ما شاء الله بيقول اكتر الحاجات دي تركي. شايفين الحاجات شكلها عامل ازاي، تركي تركي يعني. شايفين طقم المجات ده ب 347 جنيه، دي مجات شوربة. وده كمان طقم مجات اهو، الطقم الأسمر ده ب1340 جنيه. أسعار هاي هاي فيري هاي ما شاء الله تبارك الله. بس الحاجات بصراحة مغرية جدا جدا والله، تستاهل الفلوس. ما شاء الله حاجات تحفة تحفة ما شاء الله، زي الحاجات التركي بقى اللي بنشوفها في المسلسلات التركي. شايفين الحاجة عاملة ازاي ما شاء الله. ده اطقم قهوة، بس احنا سيبناها بقى ورحنا نتفرج على الجرانيت. دي اطقم الجرانيت دي كلها تركي برضو، والسلستين اللي تحتها دي كمان تركي. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده حاجات تحف تحف. شايفين الطقم ده بكام؟ ب3100 وحاجة. الطقم اللي فوق ده كان معدي ال10 تلاف، اللي هو الأبيض ده اللي هو سمني ده، كان معدي ال10 تلاف اهو. 10919 اهو. شايفين حاجات ما شاء الله تحف تحف تحف. بس بصراحة هي أسعارها غالية، بس حاجات بصراحة يعني تستاهل يعني. ما شاء الله تبارك الله، حاجات جميلة جدا جدا. بصراحة صاحبتي اللي كانت واخداني معاها دي بقى انصدمت من الأسعار وروحت. شايفين الجريلا التحفة اللي هناك دي؟ عجبتني قوي على فكرة. الله، ده كله الناحية الركن ده كله جرانيت، جميع الأشكال بقى والألوان، وما شاء الله يعني. الأسعار بقى بتبقى متفاوتة حسب عدد القطع وحسب تقل الحلة ذات نفسها. ما شاء الله حاجات. شايفين المول ما شاء الله مليان مليان بضاعة جدا. ما شاء الله يعني اللي تدخل بقى تجهز بنتها تطلع جايبة كل حاجة. ما شاء الله ما شاء الله فيه كل حاجة اهو.
زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، كل حاجة موجودة في المكان ده. شايفين بقى يا جماعة، دي اطقم جاتوه ما شاء الله، الطقم سعره 1085. دي الاطقم اللي بتتحط في النيش، شكلها جميل جدا جدا ما شاء الله. بصوا انتوا تدخلوا المكان ده بقى، مش شرط تشتروا يعني كل حاجة منه، بس بصراحة هو الحاجات اللي فيه روعة ما شاء الله، يعني تاخدوا كام قطعة كده يعني كفاية، مش شرط كل حاجة كل حاجة يعني. ودي بقى اطقم التوابل، أسعارها في حاجات ب555 وفي حاجات ب300 زي ما انتوا شايفين في حاجات. ده طقم التوابل اللي هو العادي خالص، اللي بنجيبه ايه، بنجيب منه طقمين وتلاتة، ده ب739 جنيه، اللي هو حاجات صغيرة كده عاملة زي البرطمانات الصغيرة خالص اهو، انتوا شايفين ب600 و700 اهو، كل حاجة أسعارها عليه. اللي عايز يركز أوي في الأسعار يا جماعة، ممكن توقفوا الفيديو وتكبروا الصورة وتاخدوا الأسعار قدامكم اهو، كل حاجة مكتوب عليها سعرها اهو. ده طقم ب360، اللطقم اللي هي برطمانات صغيرة خالص. ودي بقى ما شاء الله تقوم النيش اللطقم الكبيرة دي كلها، الناحية دي كلها اطقم توابل، بجد حاجات جميلة جدا ما شاء الله والله. ايه ده، شايفين الطقم ده بكام؟ ب1149، طقم توابل كيوت آخر حاجة ما شاء الله، 1149. الناس دي والله العظيم ما شاء الله عليهم يعني، ما شاء الله. هي الحاجات شكلها مغري جدا، بس مش للدرجة دي يا جماعة يعني، مش للدرجة دي والله. شايفين ما شاء الله. ده بقى دخلنا على الاستانلس، الحلل اهي، والبرادات والحاجات بقى بتاع الاتراك، اتراك يعني اهو. الحلل دي يا جماعة بالقطعة مش بالطقم، الحلل اللي قدامكم دي بالقطعة، بيبيعوا بالحلة الواحدة، كل حلة لها سعر، كل حلة مكتوب عليها. يعني الحلة اللي قدامنا دي ب966 جنيه، حلة واحدة اهي 966. في حلل معدية ال1000 جنيه اه. هي حاجات نظيفة جدا ما شاء الله، بس عايزة بقى ميزانية عالية جدا برضه. شايفين المكان عامل ازاي، مكان تدخلي كده تبقى عايزة تشتري كل حاجة اهو ما شاء الله. شايفين الحلل اللمعة بتاع الاستانلس عاملة ازاي، تحس ان هو فضة مش استانلس. ودي بقى صواني جرانيت اهي، صواني لوحدها برضو بتتباع بالقطعة، بس كلها برضو حاجات مستوردة يعني ما شاء الله. شايفين في حلة اهي ب1340 جنيه، حلة واحدة حسب مقاس الحلة اهي. انا بشيل الغطا هنا، دي الحلة دي ب945 اه ما شاء الله. حاجات جميلة، وكوبايات عندهم، كاسات وكل حاجة. المكان ده على فكرة 3 أدوار يا جماعة. الدور الأولاني أدوات منزلية زي ما انتوا شايفين كده، فيه كل حاجة ما شاء الله، ستانلس وجرانيت وحاجة النيش، أطقم النيش كلها، واللي هو الكاسات وأطقم النيش اللي هي الأركو بايركس، وكل حاجة بقى موجود. والدور التاني فيه مفروشات وسجاد. والدور التالت بقى كله ملابس أطفال وشبابي، وفيه بقى كل حاجة، ملابس شبابية وملابس أطفال وملابس حريمي عرايس، يعني في كذا ركن كده. والمكان اللي احنا فيه ده يا جماعة فيه كمان الحاجات الأدوات الكهربائية، اللي هي تلاجات وغسالات والحاجات دي كلها موجودة ما شاء الله. بصراحة المكان فيه كل حاجة، بس زي ما شفتوا معانا بقى الأسعار عالية جدا 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 ما شاء الله. الحاجات شكلها مغرية والله العظيم جدا، بس يعني الأسعار انتوا شايفين اهو. انا مش عارفة بقى هو كل الأماكن أسعارها كده ولا ايه، هي دي الأسعار الطبيعية يا جماعة؟ بالله عليكم اكتبوا لنا بقى في الكومنتات، هي دي الأسعار الطبيعية يعني للأدوات المنزلية دلوقتي، ولا هو المكان ده اللي أسعاره غالية، ولا ايه الحكاية بالظبط؟ ولو عجبكم الفيديو بقى يا حبايبي، ما تنسوش تحطوا لنا لايك، وتحطوا لنا التعليق الجميل بتاعكم، وتشتركوا في القناة. انتوا اكيد عارفين الاشتراك ازاي، هتدوسوا على الزرار اللي تحت الفيديو كلمة اشتراك، هيظهر 3 اختيارات، هتختاروا الكل عشان كل ما ننزل فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله يوصلكم. ونتمنى لكم كل الخير والسلامة، وفي حفظ الله ورعايته.